الخير يا عمر تبارك الله. يا عيالين على بجوج شد بعض ها بوري شوية ها
بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، فكانت فرصة أولا تتبع العديد من الأشغال المهمة وإعطاء انطلاقة إلى العديد من الأشغال طبقا للتوجيهات الملكية. أولا ما هو مرتبط بالطرق التي تضررت من الفيضانات، بالتالي فاليوم فأعطينا انطلاقة العديد من هذه الطرق، وبرنامج مهم اللي غيوصل إلى 2.5 مليار ديال الدرهم. وبالنسبة للجهة فهي غتستافد من هذا البرنامج بالنسبة لمنطقة قلميم والمنطقة ديال آسا زاك. من جهة أخرى هنالك ما هو مرتبط كذلك بالمخطط الجهوي اللي دار في إطار اتفاقية مع الجهة ووزارة الجيز والماء اللي فيها 2 مليار و100 ديال الدرهم، واللي عندها واحد صبغة جد مهمة لأن فيها أولا تقوية التجهيزات التحتية وصيانة الطرق، ودخلنا لأول مرة صيانة الطرق القروية كذلك، فهي غتستافد وعندنا 1 مليار ديال الدرهم ديال بناء الطرق القروية وكذلك الصيانة ديال الطرق القروية. ديال 8 ديال السدود الصغيرة والتلية اللي غتلعب واحد الدور مهم، أولا من الحماية ديال الفيضانات، ثانيا من تطعيم الفرشة المائية، وحنا عشنا الفيضانات مؤخرا وبالتالي بان الأهمية ديالها، زيادة على العتبات كذلك واحد البرنامج مهم ديال العتبات. العتبات هي في الواقع هي بحال السدود اللي هي باطنية أي تحت الأرض، باش نضمنوا الاستمرارية ونحيوا الواحات من جديد، ونضمنوا كذلك التغطية ديال وتطعيم الفرشة المائية. وهنالك كذلك برامج متعددة أخرى اللي تبعناها في مجال المياه والغابات بالنسبة للفلاحة. فكل ذلك يبين أولا الدولة فهي حاضرة بقوة لصالح المواطن والمواطنة ولصالح التنمية لهذه الجهات والأقاليم الجنوبية اللي هي أساسية وعزيزة علينا جميعا. ثانيا على أنه هذا أمر أساسي، وهو أن هنالك كذلك بعد مندمج، أي أنه في الجانب ديال التكوين، الجانب كذلك ديال التجهيزات التحتية، الجانب ديال تقوية القدرات ديال المواطنات والمواطنين، والجانب كذلك ديال تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين. والنقطة الثالثة وهو أنه اليوم يمكن اعتبار بأن هذه الجهة كذلك اللي تتحظى بالعناية الخاصة ديال جلالة الملك فهي انطلقت في التنمية الحقيقية بحكم الاستثمارات ان شاء الله لفضل هذه التجهيزات التحتيه اللي غتفك العزله على العديد من الاقاليم. فهناك استثمارات مهمه لا وطنيه ولا اجنبيه اللي غتخلق العديد من الفرص الشغل واللي غتفك الاشكاليه الحقيقيه المطروحه بالنسبه للجهه، وهي اشكاليه بطاله الشباب. ساكنه جهه قليوم وادون تحتفل بذكرى المسيره الخضراء المضفره، وبهذه المناسبه تم اعطاء مجموعه من المشاريع التنمويه بالنسبه لمجموعه من الجامعات الترابيه التابعه لاقليم قلميم. وهذه المشاريع تم اعطاء انطلاقتها بحضور السيد معالي وزير النقل والتجهيز، وايضا السيد والي جهه قلميم وادون، بحضور ايضا مجموعه من المنتخبون وفعاليات محليه واقتصاديه. هذه المشاريع تدخل في مجموعه من المحاور، اولا كمحور الطرق لمجموعه من الجامعات الترابيه، استفدت مجموعه من شراكه اتفاقيه العمل اللي ابرمتها جهه قلميم وادون وعمل الوزاره، والحمد لله تم اعطاء مجموعه من المشاريع الطرقيه بمبالغ جد مهمه. وايضا هناك مشاريع تهم الماء الصالح للشرب. هذه المشاريع ديال الماء الصالح للشرب ستوفر واحد النسبه مهمه من تزويد هذه المراكز القرويه بالماء الصالح للشرب. وايضا سيكون هناك مشروع مهم بيمتضي اللي هو انزاج سد اللي يدخل في اطار حمايه هذه الجامعه من الفيضانات، خصوصا انكم كتعرفوا بان الجامعه مؤخرا عرفت تساقطات غزيره. والحمد لله هذه المشاريع التي تم اعطاء انطلاقتها ستكون لها وقع ايجابي على ساكنه هذه الجامعات التابعه لاقليم قلميم. كما كتشوفوا اليوم احنا نقدم ورقه تقنيه للمركز الصحي الامن بالمستوى الاول، اللي حتى هو كيستخدم التهيئه اللي كتعرفوا كتدخل في اطار الورش الحمايه الاجتماعيه مع المرتكزات الاربعه ديال الورش ديال الحمايه الاجتماعيه. التكلفه ديال المشروع 2 مليون ديال حوالي 2 مليون ديال الدرهم، والتجهيزات غادي تكون من الجيل الرابع. وبطبيعه الحال تمت اضافه 5 ديال القاعات بالاضافه الى 4 قاعات اللي هي في المشروع القديم، وبالتالي غادي تكون في المعايير الوطنيه اللي
اللي استفدت من هذا يعني جميع المراكز الصحيه على مستوى المملكه. كان البرنامج ديال تخفيف الاثار ديال الفيضانات بالجماعه الترابيه لامطزي، ساهمت الوكاله الوطنيه للمياه والغابات بواحد التكلفه تقدر ب 5 مليون فاصلة 6 اللي كتهم تدخلات من فيما يخص اعاده تخليف شجره الاركان، وكذلك مكافحه التعريه المائيه بالعاليه لحمايه يعني المنشآت والبنيه التحتيه وكذلك الواحه، وكذلك يعني المحافظه على السدود اللي كتواجد في السفينه ديال هذا الحوض المائي. وكاين واحد الشق اخر اللي كيهم مشاريع مدره للدخل كتشجيع تربيه النحل عبر توزيع واحد 200 خليه لإنتاج العسل، كذلك تريد واحد 5000 شتلة من الأشجار المثمرة لإعادة هيكلة الواحة. نائب رئيس جامعة أمطي. اليوم كنتواجد في مركز جامعة أمطي بمناسبة المسيرة الخضراء المظفرة. شملت اليوم مجموعة من المشاريع التي تهم مجموعة من المجالات، مجال الفلاحة، مجال الماء، كذلك الساخن، كذلك مجموعة من الطرق التي تربط بين الدواوين، إلى ذلك مجموعة من المجالات التي تعاون ساكنة جامعة أمطي. بالمناسبة نشكر السيد الوالي وكذلك جميع المتدخلين والشركاء الذين ساهموا في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود. وشكرا. حاجة بخير. آمين يا ولدي. سيدي ولكن الصبح رفيد ويا ممتاز. كان سيدي الوزير. ويا ممتاز. فهمتي سيدي الوزير السيد الوالي. بارك الله عليك. شي بخير. هاك الصار ياك. حاجة الصام هذيك الصام ديال الحجاج. عيام السيدات عيام الديس. قولوا ضمن شكرا. حسب